عاوز اقول لك بعيد عن الحاجات الحلوه بتاعتكم دي، انت جميله ومريحه جدا، انت عسول قوي، بحبك وطريقتك لذيذه في الكلام، وربنا يوسع رزقك، وغيرهم كتير وكتير وكتير. دي قصه براند خام. قبل ما نمسك الاكونت عملوا كل حاجه صح حرفيا بالورقه والقلم، فوتو سيشن، موديل، اعلانات في عز رمضان اللي فات، ونتيجه كانت صفر اوردرات حرفيا، ودي كانت علامه استفهام كبيره. المشكله مش في المنتج، بالعقل كده مع بعض، انا لو هشتري حاجه اونلاين مش هشتريها غير وانا شايف الشخص اللي شبهي اللي قدامي لابسها ولايقه عليه. عشان كده لما بدانا كان ردي واضح وصريح، هنشتغل مع بعض يعني هنعمل كونتنت، مفيش اوبشن تاني. وما كنتش مع خالص ان احنا نعمل فوتو سيشن في الوقت ده، التوقيت ده كنا محتاجين ان احنا نعمل ثقه مع العميل. طبعا الخناقه دي خدت وقت شويه، ولحد دلوقتي حاطينها تحت ضغط، عاوزين فيديوهات عاوزين فيديوهات، وقسمنا المحتوى على اكتر من مرحله، ريحه البراند، توعيه، والكلام مع العميل بشكل فريندلي. والحمد لله العميله كانت مساعدانا في ده جدا. احنا داخلين في سنه مع بعض تقريبا، وهدفنا مش بس اعلانات، هدفنا ان احنا نوصل اورجانيك ريتش محترم جدا، مجرد ما ينزل الفيديو احنا بنبيع. ووصلنا فعلا الحمد لله نتائج كويسه في الفيسبوك او التيك توك. انا حاسه ان احنا واحد، انت 24 ساعه معايا. انا في العادي مش المفروض ان انا اقول كل اللي انا بقعد اقوله لك، وتفاصيلي في ماديات وتفاصيلي في يومي. مش المفروض ان انا اقول ده ليك لو انت حد همك شغل وبس، لكن انت بتعمل نفس اللي انا بعمله مع العملاء بتوعي. انت بتبني علاقه قويه اكبر بكتير من ماركتنج. بس لسه محتاجين احسن من كده. والدليل الرساله اللي في اول الفيديو، هي العميله مش داخله عشان منتج، هي داخله عشان صدقت الشخص اللي بيتكلم فعلا. طيب انا بحكي كل ده ليه؟ عشان تستوعب وتقتنع ان الملابس زيها زي الاكل، لازم تشوفها على الطبيعه عشان تطلبها وانت مطمن. ولو عاوز تبني بيزنس يعيش، ابني ثقه الاول.